طيب، السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ انا ابراهيم فاوندر خطوه، والنهارده معانا سيشن مع دكتور احمد الحناوي. ودكتور احمد هو يعني كان بيدرس طب اسنان، ودلوقتي هو بيحضر ماستر وخلاص قرب يخلص الماستر. وجانب ده فهو يعني حد مجتهد جدا واصلا مهتم بحاجات كتير. يعني هو كان بيدرس علوم دينيه، وكان بيدرس في التاريخ، وبيدرس في مواضيع كتير جدا، وفي مناظرات والكلام ده كله. يعني حد حرفيا انا شخصيا ممكن اكون احيانا مثلا محتار في حاجه فاروح اكلمه، عشان هو يعني حد عنده معلومات عامه كتيره جدا يعني، وبيقرا كتب مهوله وهكذا. فبس، ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا صديقي. طبعا مقدمة تفوق قدري، أنا أقل منها بكتير. آه، مبسوط إن أنا معاكم، وإن شاء الله هرد على كل أسئلتك بشكل مختصر ومبسط عشان الناس ما تزهقش من الريكورد وتستفاد منه على قد ما نقدر. تمام، جميل قوي. طيب، اول حاجه عايزك تكلمني كده بشكل عام عن المجال الطبي. يعني انت شايف المجال الطبي يعني بشكل عام هو ايه؟ ما هو بالذات طيب، بالظبط يعني؟ هقول لك. بص، هو المجال الطبي عامة بالنسبة لكم انتوا كشباب في نفس الجينيريشن بتاعك، هوضح لكم حاجات بسيطة. بس المجال الطبي مش معناه ان انت هتكون طبيب فقط. المجال الطبي ده الميديكال فيلد عامة، ده بيعتمد إن أنت مثلا تكون طبيب أسنان، تكون صيدلي، تكون بكالوريوس تمريض، تكون فني معمل، تكون دكتور تحاليل، تكون معهد فني صحي. كل ده بيشمل الميديكال فيلد. تكون طبيب بيطري، يعني كل ده اسمه ميديكال فيلد. تمام. اللي بيفرق معاكم قوي طبعا مش موضوع المعاهد، اللي بيفرق معانا قوي مع اللي هنتكلم عنه اللي هو الأسنان والصيدلة والطب البشري والطب البيطري والبكالوريوس تمريض. ده يعتبر اللي هم كليات القمه اللي في الميديكال فيلد. تمام. الكليات دي كلها موجوده في مصر وموجوده في معظم المحافظات. بتختلف طبعا حسب التنسيق. عاده بيبقى طب بشري اعلى حاجه، بعديه بيبقى الاسنان والصيدله. فرق بسيط قوي عن الاسنان. اقل منهم شويه البيطري والعلاج الطبيعي، ساعات العلاج الطبيعي بيعلو عن صيدله. بكالوريوس تمريض اقلهم في التنسيق. طبعا في كليه علوم في النص، يعني تبقى بعد بيطري كده كليه علوم برضو ليها علاقه بالميديكال فيلدز. بس مش كلها، مش كل الاقسام الانترنال اللي فيها ليها علاقه بالميديكال فيلدز. بس طبعا في الاخر في ناس كتير بتتخصص في الميديكال فيلد من علوم، وفي الاخر برضو بنقول لهم دكتور وبيبقوا زينا يعني بيبقوا في نفس الفيلد، مش شرط يشتغلوا شغلنا بس بيبقوا في نفس الميديكال فيلد. دي باختصار الكليات الميديكال فيلد. طب الكليات دي ايه نظامها في مصر؟ الكليات دي فيها خاص وفيها حكومه. الحكومه بتنقسم لاثنين دلوقتي، فيها كريدت سيستم وفيها انبيد سيستم. الانبيد سيستم اللي احنا كنا كلنا عارفينه زمان على ايامنا احنا. دلوقتي الكريدت، الجامعه الحكوميه بتسمح لك ان انت تخش الكليه دي لو فرق المجموع بسيط 1% او 1.5، مع ان انت بتدفع فيز عاليه شويه. يعني بتدفع فيز مشابهه للجامعات الخاصه، على اساس بقى ان انت بيبقى برضو معاك الاكوموديشن بتاع جامعه حكومه. يعني هم طبعا يعني الكلام ده وهمي، هم معتقدين ان الجامعات الحكوميه اساميها او السيرتيفيكتس بتاعتها احسن من الجامعات الخاصه. بس الكلام ده يعني مش يعني ما بقاش يعتمد عليه دلوقتي. يعني دلوقتي غالبا بقى كل السيرتيفيكتس بقت زي بعض. تمام، جميل قوي. طب انت في نظرك المجال الطبي عموما يعني هو اصلا مجرد مثلا يعني، هل هو مجرد مثلا بكشف على مريض او هكذا؟ او هو ايه اصلا اللي يخلي حد يختار المجال ده عن غيره؟ يعني ايه الحاجة اللي بتميزه اصلا؟ او ايه الحاجة اللي مثلا هي مش موجودة في اي حاجة غير ده؟ بص، هو يعني انا عندي نقطه كده بحب اتك عليها قوي. هو الفرق بين الفيلدز او الفرق بين الكاريرز مش كبير قوي في كل المجالات، الا لو انت عندك باشون ناحيه حاجه معينه. يعني ان انت تكون دكتور او تكون مهندس او تكون مدرس، الموضوع ما يختلفش كتير. فاهمني؟ كل واحد يعني كل الفيلدز غالبا بتبقى تحط فيها نفس المجهود، وكل الكليات بتحط فيها نفس الوقت. مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه مستحيله، فاهم؟ بس الموضوع بقى بيتعلق بالباشون. يعني ايه الباشون؟ يعني انت عندك مثلا باشون معين ان انت تطلع على على الامراض وعلى الميكانيزم بتاعت الجسم، الكيمستري بتاعت الجسم.
في ناس بيبقى عندها فضول للحاجات دي. وطبعا بيبقى صعب قوي ان هو يختار كليه في السن بتاع ثانوي ده، لان فضوله عام. يعني انت فضولك دلوقتي كابراهيم ممكن يكون ناحيه الميديكال فيلد فضول عام، وليس فضول على وجه الاخص في حاجه معينه. تمام. وده طبيعي لان انت لسه ما كونتش باك جراوند عميق. انت بتحب الطب او عندك فضول ناحيه ال- الميكانيزم بتاعت البادي او الميكانيزمز بتاعت الادويه. الكلام ده بنشوفه في شباب كتير. بس هو الباك جراوند دي عامه شويه. فممكن مثلا لما يدخل مثلا الكليه، مثلا يدخل اسنان، فيكتشف ان هو فضوله ما كانش ويل تارجتد قوي للناحيه دي، ان هو كان المفروض مثلا يخش صيدله. فعامه المجالات الطبيه اللي خليك تختارها عن المجالات الاخرى، انا مش شايف سبب مقنع غير ان انت يكون ليك باشون في الموضوع، ان انت تكون حابه بطريقه ما، او يكون مثلا عندك حد سينيور عندك في الفاميلي، مثلا اخوك، والدك، والدتك، مثلا هي شغال في الفيلد ده بقاله فتره كبيره. فانت محتاج يعني عامل بلانز ان انت تبقى سبورت ليه وهو سبورت ليك. يعني يكون في دافع كويس يخليك ان انت عندك باشون للموضوع. حتى لو انت مش ما عندكش باشون سيلكتيف قوي ومحدد، ممكن موضوع الفاميلي ده يفرق معاك. لو حد عنده اخ دكتور، اب، آه، والدته، حد من قرايبه الكلوز ليه، الموضوع ده بيفرق جدا في اي فيلد عامه، لان السبورت مهم. والاكسبيرينس بتاعت الناس الاكبر منك بتسهل لك الطريق، عكس ما تكون انت مثلا اول دكتور في السوسايتي اللي حواليك، او اول مهندس. الموضوع بيبقى هنا صعب شويه. لو انت ما عندكش باشون حقيقي من جواك ان انت تخش الميديكال فيلد، هيبقى مرهق. مش مستحيل برضو، كل حاجه مش مستحيله زي ما اتفقنا، بس الموضوع هيبقى مرهق بالنسبه لي. فاهمني؟ فهمتك. جميل قوي. طيب، خلينا طيب ناخد الموضوع بمنحنى آخر، وخلينا نتكلم شوية عن الحاجات اللي قد تكون تكنيكال. يعني انت شايف دلوقتي انا كشخص مثلا عايز اخش طب، يعني انت دلوقتي كنت بتقول ان انا ممكن يكون الباشن اللي عندي ده هو مش حاجة متعمقة قوي. فانت طبعا يعني انت دكتور بالفعل، فانا عايزك تقول لي طيب، هو ايه اصلا الاوفر فيو؟ يعني ايه الحاجه اللي اصلا الطب بيدور حواليها يعني بشكل تكنيكال؟ طبعا يعني مش طبعا مش بطلب منك انت تقولي تفاصيل وهكذا، لان عارف الحاجات دي اصلا معقده ولا انا اصلا مش هفهمها. ولكن انا قصدي ان دي ممكن تكون سبب يخلي حد مثلا يقول طب انا فعلا ممكن اكون حابب ده، ممكن اكون مش حابه وهكذا. مم. طيب، انا فاهم سؤالك، عشان برضو السؤال ده يعني دار في ذهني قبل كده. بص، هي الفكره كلها ان احنا عندنا المنظومه التعليميه قبل الجامعه تقيله شويه، ما بتسمحش للستودنت ان هو يبقى عنده جنرال داتا. يعني انت سالتني دلوقتي ازاي اقدر اتارجت الاوفر فيو، الباك جراوند بتاعي، ازاي اقدر اعرف انا بحب ايه اكتر، او ازاي اقدر اعرف كل كليه فيها ايه. المفروض ان انت بيبقى عندك سبيس من التايم يعني مساحه من الوقت والمجهود ان انت تقرا وتدور في الموضوع زي ده، ان انت تعرف اوفر فيو عن كل الكليات وعن الفيلدز اللي هي هتأهلك ليها. بس انا عارف طبعا ان احنا في مصر، يعني الطالب سواء بقى ثانويه عامه، سواء اي جي، سواء امريكان، وتبقى في بقى سيستمز تانية انا مش على علم بيها، بتبقى محتاجه مجهود ووقت، وغير التوتر، وغير التكلفه الماديه على الاسره. انا عارف كل ده مريت بيه، ودلوقتي بقى اصعب من ايامي كمان، لان دلوقتي الموضوع بقى يعني اي حاجه تشغلك او تشغل وقتك زاد عن ايام انا. فاهمني؟ فالموضوع دلوقتي بقى ضغط شديد قوي على الستودنت ان هو يكون فكره فعلا قويه عن الكليات او عن الفيلدز بيقدر يختار على اساسها. فاهمني؟ ده يعني ده شيء طبيعي، ما تحسش بان دي حاجه غلط، هو دي حاجه طبيعيه. فانا مثلا انا كاحمد، انا كنت عندي شغف في حاجات تانية كتير غير موضوع الميديكال فيلد. وما اخترتش يعني ما اخترتش كليتي، ما اخترتش ان انا ابقى طبيب اسنان عشان انا مثلا عندي شغف ناحيه الاسنان اكتر مثلا من شغفي ناحيه ان انا اكون دكتور عيون. لا، الكلام ده ما حصلش. هو الكلام حصل، يعني الاختيار تم عن طريق يعني عن طريق ريزونز تانية، اسباب تانية خالص غير الباشن. كان في باشن ناحيه الميديكال فيلد عامه، ولكن انا اخترت اسنان بالذات لي اسباب تانية، اسباب ماديه تخصني انا في حياتي، مش اسباب شغف. فانا
لو انا قلت لك دلوقتي كل كليه سريعا اتجاهها ايه، انت برضو لازم يكون عندك فكره بسيطه عن اتجاهاتك. يعني محتاج تدي لنفسك مساحه وتبص للنقطتين، تبص للي انت هتدرسه في الكليه، وتبص للي انت هتمارسه بعد الكليه. دول اهم نقطتين، فاهمني؟ يعني انا مثلا دلوقتي هنتكلم عن مثلا كليه الطب البشري. تمام؟ اللي انا همارسه في الكليه قد يكون معظمه نظريا. العملي هيبقى في السنوات الاخيره، السنه او السنتين الاخيره. كميات طبعا كبيره من الداتا، مذاكره، مجهود شديد، كل ده معروف طبعا، يعني اكيد الناس كلها بتسمع عنه. طب اللي انا همارسه بعد كده، بعد ما اخلص هتكون جنرال دكتور، هتكون طبيب طوارئ عام. آه، هتحتاج ان انت تتجه لتخصص، وده اساسي مش اختياري. هتحتاج ان انت بعد الكليه تخش سنه او سنتين ماجستير عشان تكون اخصائي مثلا رمد، اخصائي قلب، اخصائي جراحه. ثم بعد السنتين دول تبدا تشتغل في البروفيشن او الكارير الخاص بيك. الناس اللي يعني اختيار الكارير بتاعك او اختيار التخصص بتاعك مش بيتم بحبك او شغفك قوي، لا للاسف. هو ليه تنسيق داخلي في الكليه، بتبقى على مجموعك التراكمي السنين كلها، وعلى حسب ده بتتخصص رمد، عيون، نفسي، قلب، وهكذا يعني. بتبدا رحله تانية بعد رحله الكليه، في ان انت تبقى دكتور شاطر في التخصص بتاعك. لان انت كل اللي بتدرسه في الكليه غالبا بيبقى جنرال، لان كم المعلومات في طب بشري ضخم قوي، فما يقدرش يطلعك سبيشالست. فبتبقى سبيشالست في الماجستير. ده بالنسبه للفيلد وبالنسبه اللي انت هتدرسه جوه. بالنسبه مثلا طب اسنان، الموضوع ما اختلفش كتير. الناس فاكره برضو ان انت عشان دخلت طب اسنان هتبقى سبيشالست سينس دي 1، وده مش حقيقي. انت بعد ما بتخلص الكليه برضو بتضطر ان انت تقدم في ماجستير وتتخصص في حاجه، لان الادفانسنج في موضوع الاسنان ده سريع جدا. فانت بتحتاج ان انت تختار يعني تخصص ليك تبقى بروفيشنال قوي فيه، اكتر من الحاجات الجنرال. تمام؟ تبدا مثلا تتخصص جراحه، تبدا تتخصص تركيبات، تبدا تتخصص تقويم. برضو الماجستير بيتراوح ما بين سنتين لثلاثه. بعديها بتقدر تبقى سبيشالست. كم المذاكره طبعا مش زي بشري، بس هيبقى شديد برضو. الكليه مرهقه وفيها عمل كتير اكتر من بشري. يعني طبيب الاسنان بيشتغل عملي من السنه الثانيه، فيها ارهاق جسدي للطالب يعني. كليه صيدله العملي فيها بسيط، ما فيهوش ارهاق. عباره عن تيستس ولابز ومعامل ورياكشنز وهكذا يعني، وتشريح بسيط، تشريح لكائنات بسيطه. النظري عندهم تقيل شويه، يوازي النظري بتاع بشري. الفيلدز بتاعت صيدله متعتها كلها في الفيلدز، الدراسه بتاعتها تقيله، بس المجالات اللي انت تقدر تشتغل فيها بعد كده واسعه جدا. تبدا تشتغل في الميديا، في الماركتينج، في شركات الادويه كريبريزنتيف، كميديكال ريب. تقدر تشتغل في صيدليه، تقدر تشتغل في مستشفيات. دلوقتي كل المستشفيات ليها اقسام، بتبقى في حاجه اسمها كلينيكال فارماسي، نوع ادفانسد شويه من الصيدله، بيبقى ليه علاقه بمتابعه ادويه العيانين في المستشفيات، والاشراف على التمريض في متابعه الادويه ومواعيدها. البيطري حقيقه ما عنديش معلومات عنه كتير، بس هو الكليه فيها ستاديز كتير جوه، يعني فيها مجهود نظري وفيها مجهود عملي الاثنين. الفيلد بتاعهم بعد كده ما عنديش فكره عنه قوي، بس اللي انا اعرفه ان زمايلي ليا كتير بتشتغل في الميديكال فيلد بتاع الصيدله وهم خارجين من بيطري. طيب نيجي للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي كلية صعبة من الكليات التقيلة برضه، النظري فيها شديد شوية والعملي فيها برضه قوي. كلية لطيفة، والدكتور بتاعها دكتور على نوليدج عالية جدا، بيخرج بيوازي دكتور بشري، مش أقل منه خالص يعني، يعتبر زيه لحد ما نوصل للتخصص يعني. يعتبر جنرال دكتور زيه بالظبط لحد ما نوصل إيه لموضوع التخصص. الكليات التانية مثلا زي علوم، وفي دي ان اي بايو انجينيرنج، في حاجات كتير يعني. الحاجات دي ما كانتش فيمس قوي ايام ما انا كنت قدكم، بس الحاجات دي موجودة دلوقتي وليها فرص حلوة في الشغل. هنجمع لك يعني
موضوع البايو الدي ان اي انجينيرنج والحاجات دي والكليات دي، هجمع لك عنها داتا فايل كده كامل، وهحضره لك وهبعته لك برضو يوم تاني. بس هي الميزه اللي فيها ان لسه الفيلد ده قليل، الناس اللي فيه عددها قليل، وده ميزه تخلي الشخص خلاص. ممكن يثبت نفسه، او يعني أنا ينجح بالفعل عايز أدخل بايو تكنولوجي، شغل اسرع بالفعل يعني. أصلا. لكن مشكلته فعلا في الفرص يعني، تحديدا في مصر. يعني مثلا حاجة زي بره مصر، مجال زي ده موجود خليني اقول لك، موجود. بص هعلق على النقطه دي قبل ما انسى عشان في حاجه مهمه قوي. تمام. بص، مصر فيها مشكله فرص بس مش مشكله تعليم. هقول لك يعني ايه. مصر مكان حلو جدا تتعلم فيه الطب، سواء اي نوع من الكليات اللي انا قلتها. ليه يا صديقي؟ لان انت عندك population عالي جدا. عندك بتشوف هنا عدد من الحالات وفاريشن في الحالات رهيب. دكتور بتاع بريطانيا مثلا، الدكتور في يو كي لما بيتخرج وهو قدك ما بيبقاش عنده نص الاكسبيرينس بتاعتك. فاهمني؟ وده انا يعني جربته شخصيا. فاهمني ليه؟ لان انت عندك في مصر هنا قوه بشريه ضخمه، بتخليك انت كطبيب تحت التدريب بتتعلم، تشوف كميه حالات كتير جدا، بتشوف كميه دكاتره كبيره بتشتغل الحالات دي كتير جدا. واحنا عندنا اهمال المواطن المصري في نفسه، بيخليه يجي لك اصلا والحالات صعبه معقده، بيجي لك في مراحل متاخره. المراحل المتاخره دي الدكاتره بتاعت بره ما بيشوفوهاش لان عندهم وعي صحي. يعني المريض ما بيسيبش نفسه للمراحل دي عاده. فاهم النقطه دي؟ أنا فاهم وبضحك يعني. يعني ولا مش، اصل النقطه دي مهمه جدا ان احنا عندنا أيوه. فعلا الدكتور المصري اللي هو تحت التعليم او تحت الانشاء فعلا عنده فرصه رهيبه في التعلم والاكسبيرينس. دي ميزه رهيبه في في الكليات هنا في مصر. انت عندك فرصه للتعليم كويسه قوي. فرص الشغل في دروب، في مشكله، انا متفق معاك. عشان العدد في دروب جامد في البشري وفي الصيدله وفي الاسنان، ويعني وفي علوم في دروب جامد عشان بس احنا عددنا كبير. انا ما عنديش اي مشكله معاك، متفق معاك على النقطه دي. ودي نقطه اساسيه قوي لازم تركزوا فيها وانتوا بتختاروا، ان احنا دلوقتي عددنا زايد جدا كدكاتره، دكاتره بالجنرال ترمينولوجي، يعني زي ما فهمتكم، اي حد في الميديكال فيلد يعني عدد جامد جدا. فالفيكنسيز فرصك في مصر قليل وقد تكون معدومه، يعني ما فيش مشكله نقول كده. بس انا بقول لك ان انت كطبيب هنا تحت الانشاء، الشاب اللي بيتخرج من عندنا حتى من بكالوريوس تمريض هنا ممكن يكون بياخد قرارات ويعرف حالات احسن من دكتور بشري بره، من الخبره، من الاكسبيرينس، من الحالات اللي عدت عليه. كمل بقى، يعني انا قطعتك بس عشان اكد على النقطه دي قبل ما انساها. لا تمام زي الفل. كنت عايز أسألك على حتة، آم، حتة الفرص دي. يعني أنت دلوقتي شايف إنه فعلا طالما في فرص، أصلا في نقص في الفرص، تحديدا مثلا في حاجة زي البايوتكنولوجي. يعني أنا شايف إن أصلا تعليم بايوتكنولوجي في مصر لسه أصلا ما تكونش يعني. مثلا لو تعرف عن حاجة اسمها كريسبر كاس 9، أو تقريبا حاجة لسه أصلا طالعة جديد، واتاخد عليها جائزة نوبل السنة اللي فاتت أو السنة قبل اللي فاتت. حاجة حرفيا ثورية، حاجة ممكن تغير فعلا شكل البشر اللي احنا شايفينهم دلوقتي حرفيا يعني، مم. في الدي ان انجينيرنج وكده. فحاجة زي كده أصلا عندنا احنا ما عندناش أصلا التولز أو الأدوات اللي تخلينا نشتغل بيها عشان أصلا نتعلمها يعني. يعني احنا أصلا ما عندناش الحاجة اللي تخلينا نشتغلها عشان نتعلمها. تمام. فبالنسبة لحاجة زي كده، يعني بالنسبة لمنظورين: المنظور الأول منظور الطب التقليدي، اللي هو مثلا حاجة زي الكليات اللي أنت اتكلمت عليها دلوقتي، آه، من حيث الفرص. والمنظور التاني من حيث الكليات اللي أصلا ما عندناش القابلية اللي احنا نتعلمها بشكل كويس هنا. انا اسمع ان في بعض الكليات هنا من الكليات دي، زي مثلا بايو تكنولوجي او بايو ميديكال انجينيرنج او كده، ممكن تكون ليها توافر بس مش في الجامعات الحكوميه. ممكن مثلا في جامعه زي الاي يو سي طبعا ليها منحه، جامعه زي الجامعه اليابانيه، جامعه زي الجامعه البريطانيه، الحاجات دي برضو اللي فيها بعض المنح وهكذا. مم. ولكن يعني فيها برضو فرصه تعلم. ولكن انا بتكلم في الحاجه اللي متاحه للكل. حاجه مثلا زي الفرص للكليات دي قد تكون اصلا مش موجوده، بجانب اصلا الكليات التقليديه اللي هي الطب التقليدي. آه، الحاجات دي هي بالفعل اصلا يعني انا فعلا ممكن اكون اتعلمت كويس. فاللي انا عارفه ان بعد اصلا مرحله التعلم دي
بالاقي إن أنا مش عارف أشتغل ولا حتى مش عارف أسافر. يعني دي حاجة شُفتها من ناس كتير. ناس كتير اللي هو مثلًا دكتور ولكن هو خلاص مثلًا خلّص كُلّية بس هو مش عارف يعمل حاجة. فأنا عايز الحتّة دي يعني نتكلّم فيها شوية. هقول لك على حاجه، خلاص هنتكلم فيها، بس خليني بس اقول لك على موضوع الكليات اللي انت بتقول لي ان هي في مصر لسه جديده واندر ترايل والكلام ده كله. انا في وجهه نظري المكان اللي فيه ناس قليله دايما انسب مكان ليك ان انت تروح. يعني دي وجهه نظري الشخصيه، مش بناء على اي شيء، بس انا يعني مقتنع بده تمام. المكان دايما اللي بيبقى فيه ستارت اب وناس قليله قوي، الموضوع مجهول، دايما بتبقى فرصه تميزك فيه عاليه جدا. فاهم؟ يعني في تقريبا عندنا 100,000 دكتور أسنان في مصر، إنما اللي يعرف الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه ده ممكن يكونوا 500 600 ألف. يعني أنت فرصتك إن أنت تكون بروميننت في مكان، أكيد في الاختيار التاني أسهل بكتير من الاختيار الأولاني. ودي مش يعني مش بانفايت الشباب أو مش بانفايت الناس لحاجة معينة، بس أنا بقول لك وجهة نظري في الموضوع ده. بالنسبة بقى للناس اللي أنت بتتكلم عليها، فإحنا كتير جدا، إحنا كتير جدا دكاترة بنتخرج بنتفاجئ إن التكليف صعب، وفي بالنسبة للولاد في جيش والتكليف مرتباته قد تكون قليلة، وبعدين بتحتاج تعمل ماجستير وما بتتقبلش في الجامعة من أول سنة. ممكن تقدم سنة، سنة تانية وتالتة وتترفض، تقدم في جامعة تانية وتضطر تقدم في جامعة بعيد شوية عن القاهرة. الكلام ده كله بيحصل. آه وفي دكاترة بتتكاسل وما بتعملش أي حاجة وبتفضل في مكانها وبتستلم تكليفها وفي دكاترة ظروفها ما تسمحلهاش إنها تفتح مكان برايفت. يعني كل ده حاجات individual examples، فمش عايزين نركز فيها قوي. انما هو الطريق الطبيعي لاي طبيب ان هو بعد ما يخلص جيشه او هيخلص كليته هيقدم في ماجستيره، هيخلص في ماجستيره وبعد كده يبدأ. لو اي دكتور حضر وبقى اخصائي هنا في مصر، يبقى ليه فرصة كويسة يسافر، وليه فرصة متوسطة في مصر. مش هقول لك فرصة اكسلنت، الاول كانت اكسلنت دلوقتي متوسطة. بس اي حد غير الكلاس اللي انا صنفته ده يبقى عنده مشكله. يعني الدكتور المتاخر في الماجستير، الدكتور اللي فضل ان هو مثلا ياخد خطوه تانية في حياته قبل الماجستير، الدكتور اللي مثلا عنده مشاكل او ازمه ماديه، ازمه صحيه، الدكتوره او الدكتوره مثلا اللي ما اشتغلتش عشان انجبت وجابت بيبيز وقعدت فتره. فالاكزامبلز اللي انت معظمها بتشوفها دي هو المجموعه كلها ماشيه في طريق، بس الطريق ده مش اجباري. في ناس بتتخلف، في ناس بتقعد تاخد ستيشنز، ستوب ستيشنز، تريح شويه، في ناس بتكمل قوي بسرعه جدا بتجري، وفي ناس بتحافظ على هدوءها بتفضل ماشيه بريتم هادي بس بتفضل ماشيه وما بتقفش. فطبيعي لما انت تيجي تبص على العدد الكبير ده هتلاقي كل الاشكال. يعني تعالى مثلا، مش هنجيب طبعا اسامي، بس هتلاقي ناس كتير بتجري وادفانسد وعندها اماكن برايفت غاليه جدا ومشهورين وبيسافروا وبيروحوا كل حته. وفي ناس اقل شويه مشهورين ناشونال في مصر، دكاتره واساتذه جامعه. وفي ناس اقل شويه فاتحين في اماكن برايفت ومشهورين في اماكنهم او محافظاتهم. وفي ناس اقل شويه بتبدا بس لسه شغاله لسه في الماجستير. يعني مفيش نوع واحد، يعني ما تصنفش الموضوع ان هو كله في كلاس واحد، لا. على حسب حياتك الشخصيه انت، وده مش اعني ان اللي يقعد او اللي يستنى فاشل او كده، لا. بس هي بتبقى ظروف حياه. يعني انا مثلا، ما انا دفعتي خلصت ماجستير قبلي مثلا كلهم بسنه ونص، لان انا دخلت الجيش هم ما دخلوش. في ناس منهم دخلت، في ناس ما دخلتش، عادي. العدد كبير اذانا في ايه؟ اذانا في الطريق نفسه. يعني الطريق اللي انا بقول لك عليه اللي احنا ماشيينه ده بقى زحمه. فالفيكنسز مثلا في الماجستير قلت، الفيكنسز في الكليه. ما تخيل معايا مثلا لو احنا داخلين الكلينيك نتعلم، والكلينيك فيها 20 يونت، 20 كرسي اسنان، واحنا 20 طالب، ففجاه احنا بقينا 60 طالب. فالاورز بتاعتك هتقل، لازم يقسم الاورز عليكم. فالعدد عامه يعني كتر، يعني كثره العدد مضايقاك.
في الطريق كله من اوله لحد اخره. ده ما عنديش فيه مشكله، خصوصا الاجيال بتاعتنا. يعني الدكاتره الكبار 50 بلس فوق ال 50 هم ما حضروش موضوع التكثف ده، فهم مش مأذيين قوي، واحنا ما نقدرش ننافسهم لان هم اوريدي عدوا باكسبيرينس وشغل اعلى مننا بكتير، فاهم؟ فانا بتكلم على الجيل بتاعنا وبتاعكم. فالعدد كده كده هيضايقك في اي شيء، في اي كليه، في اي فيلد. بس انت ما تبصش برضو للناس اللي هي آه يعني اختارت انها تقف شويه في الطريق، اختارت انها تغير الطريق خالص، اختارت انها مش قادره تكمل. لا، في ناس بتكمل عادي، وفي ناس بتنجح، وفي ناس بتستمر، وفي ناس بتسعى. وفي ناس يعني دايما الطبيب عامه بيبقى هدفه ان هو يوصل لاعلى درجه علميه. انت لما في الاول بتبقى بتفكر كماني وايز وكييرز وايز، وبعد كده فجاه اول ما بتدخل اي كليه طبيه بتلاقي نفسك انت اوتوماتيك بتتحول. بيبقى هدفك كله ان انت توصل لاعلى حاجه علميه. فاهمني؟ بيبقى عندك شغف ان انت تكون سبيشالست محترم، او اعلى من سبيشالست. يعني ممكن تبقى مثلا بعد الاخصائي مثلا ممكن تحضر دكتوراه، ممكن استشاري. يعني ده سر سبحان الله في الكليات الطبيه، ما تعرفش ايه السبب. بس فعلا انت لما بتدخل بتفكر كده، تفكر ازاي تتجه لاعلى درجه علميه في الشغل، في شغلك اللي انت يعني مختاره، او في التخصص اللي انت مختاره. فما تبصش للباد اكزامبلز عامه، او مش هنقول باد اكزامبلز، ما تبصش للاكزامبلز اللي هي ماشيه بسلو موشن، عشان ما فيش حد باد، يعني كل واحد ليه ظروف. فالدكاتره الكتير اللي انت شايفهم من غير فرص عندهم ظروف تانية في حياتهم، او فرصهم لسه وقتها ما جاش مثلا. يعني انا اعتقد كده يعني. لان مفيش حد ما بيجيلوش فرص. في ناس بيجي لها فرص في وقت غير مناسب فما بيقدرش يستغلها، في ناس بيجي لها فرص هي مش بتستغلها خالص بإرادته، في ناس بيجي لها فرص وبتستغلها وما بتحققش النجاح من أول مرة، مثلا بيبقى عايز فرصة تانية أو فرصة تالتة. ولو بصيت على الانجينيرينج، ولو بصيت على الاكاونتنج، ولو بصيت على يعني مجالات تانية كتير فيها نفس المشكلة، مش هنا بس. والله يا أحمد، هو الموضوع فيه لحد ما يعني تضارب ثانية واحدة، ما ثانية. بين الطب وما بين باقي المجالات لسبب. تمام. يا صديقي سوري قطعتك، تقول ايه؟ عادي، يحصل خير. كنت بقول لك المشكلة إن في نوع من تضارب ما بين المجالات الطبية وباقي المجالات في النقطة دي. ليه؟ لأن زي ما أنت قلت الطب في مصر يعني هو موضوع مثير فعلا للضحك، عشان اللي هو تخيل مثلا إن حد عشان مثلا مش بيعترف بنفسه وهكذا، ده بقى سبب إن حد تاني يبقى بيدرس كويس، يعني حرفيا يعني رب ضارة نافعة حرفيا. ولكن ده مش بيطبق في كل المجالات. يعني مثلا لو بصينا مجال مثلا زي الاكاونتنج او الهندسه او ايا كان، لو بصينا مثلا في المجال ده في مصر هنلاقي ان الموضوع يعني من دراسه هتلاقي الموضوع اصلا زحمه، وفي نفس الوقت مفيش فرص. فدي بقى المصيبه السوداء، ان لما يعني ده اللي بيخلي فيه تضارب ما بين الناس في مصر. اللي انا مثلا كطالب لسه مثلا في ثانوي ممكن افكر ان انا ممكن اقدم على منح مثلا في اليابان، في منح اليابان في الطب، تركيا، او في طبعا طرق كذا طريق يعني، او في حتى في بعض الجامعات الكويسة في مصر أو هكذا. يعني أنا أصلا أفكر في طريق مختلف في المجال ده. تمام. بيبقى في تضارب اللي أنا أصلا آه، أدخل مثلا في الطب في مجال في جامعة حكومية، أو ألاقي منحة أو هكذا. ولكن باقي التخصصات الموضوع أصلا بيكون الدراسة أصلا فيها في الجامعات الحكومية مش كويسة، فعشان كده الناس بيبقى قدامها طريق واحد، اللي هو أنا خلاص أنا عايز أقدم على منح، أو عايز مثلا أدخل جامعة خاصة كويسة ومثلا آخد دعم مادي معين اللي هو بما يتناسب مع قدرتي المادية. تمام. فهو ده بقى النقطة اللي بتعمل اختلاف ما بين الطب وبين باقي المجالات. فالفكرة، هل أنا مثلا كطالب فكرت في حاجة زي كده، ومثلا بفكر في المجال الطبي كمثلا، طبعا ما فيش طبعا حاجه ثابته، او كده كده احنا مش محددين المجالات كل، يعني لو مثلا عايز ادخل كذا وخلاص. ولكن انا بتكلم لو انا مثلا محدد بشكل ما اللي هو بشكل مبدئي
انا عايز ادخل مثلا مجال طبي، هل ده يكون من الافضل لي اللي انا اكمل في مصر بسبب الدراسه، بعدها ممكن ادور على فرص بره، ولا انا اخدها من بره على طول، ومثلا ممكن لما انا اسافر اول ما اتخرج على طول، طبعا بقى ما فيش جيش مفيش حاجه، اول ما اتخرج على طول ادور بقى على شغل وهكذا. بص، هو ده احلى سؤال هنجاوب عليه. اعتقد يعني ممكن يكون مسك الختام. لو انت عايز يعني مش عايز الريكورد يطول قوي، بس السؤال ده حلو، فممكن نقفل بيه الا لو عندك اسئله تانية. هو كان في بعض الاسئله بصراحه. طيب ماشي خلاص، ممكن طب ممكن نخليه لاخر حاجه، عشان ده اخر حاجه عايز الناس تسمعها. عشان يعني انا هقول تو اوبشنز يبقوا اخر حاجه في الفيديو، بحيث ان انت يعني اللي مش هيقدر يسمع الفيديو كله يسمعه. تمام. فاهمني؟ طيب انا كنت عايز اسالك على حاجه، انا شايفها حاجه ممتازه لاي حد عموما عايز بيفكر اصلا إنه يدخل المجال الطبي، اللي هو اليوزمل. طبعا انت عارف اليوزمل وهو اللي انا ادخل اصلا كليه طبيه في مصر، احضر للمعادله الامريكيه، ولما بخلصها بمتحن، بروح امريكا بمتحن، ولو نجحت فيها ببقى انا كده معتمد من امريكا ان انا طبيب، ومع الامكانيه ان انا اسافر امريكا اشتغل هناك. وطبعا المرتبات عندهم في الطبيب بتكون كبيره جدا. ولكن قبل ما نتكلم عن النقطه دي، عايز بس اوضح حاجه، لان يعني انا نفسي كشخص مثلا حاولت اعرف عن الدراسه في امريكا وكده، فعارف معلومة أنت ممكن ما تكونش عارفها يعني. المعلومة دي هي إنه الطب في أمريكا مش زي عندنا. يعني أنا مثلا ما أقدرش كطالب مثلا مصري، أو مثلا كطالب بدرس في أمريكا عموما، اللي أنا أدخل مثلا بعد الثانوية أدخل طب. لا، مفيش الكلام ده. أنا الأول بدخل أي تخصص مهما كان، بكالوريوس في أي مجال، وخلال ما أنا بدرس البكالوريوس ده باخد كورسز في البريميد، لحد ما أخلص الكلية بكون خدت كورسز بريميد كتيرة. لما بخلص بقى بامتحن الامتحان ده اصلا بيكون غالي مبدئيا يعني، والجانب ده بيكون اصلا انا كنت هقول لك كده بس بيكون ما رضيتش احبطها. ماشي. بيكون الامتحان ده انا عارف ان لازم الغالي، عشان أنا عارف ان انت تقول لك الحاجه دي برضو، ولكن بتكلم دلوقتي في امريكا انه مش كل الجامعات اصلا بتوفر الامتحان ده، ومش كل الجامعات بتوفر ان انا ممكن ادرس الميديكال فيلد. والاكبر ان مش كل الجامعات بتوفر ان انا ادرس الميديكال فيلد للانترناشونال ستودنتس. يعني انا مثلا كطالب جاي من دوله تانية، جامعات كتير مش متاح فيها اللي انا كطالب جاي من دوله ثانيه ادرس الميديكال فيلد، حتى بعد ما انا اخلصه واخد البري ميد كورسز، بعد ما انا امتحن وانجح في الامتحان، وحتى بعدها بقدم بقى في جامعه تانية وبدرس بقى، يعني بدرس بقى من اول وجديد، اللي هو 4 سنين كمان باك، بعدها بقى لو عايز باخد ماستر او هكذا. فاليزم يعني قد يكون وسيله ممتازه، بحيث ان الواحد ممكن مثلا يدخل التخصص ده في المكان ده، بعدها اول ما يخلص بسم الله يلا يشتغل. يعني بص، هو يعني عامه هو نفس فكره البورد. يعني انت ممكن تخلص جامعتك هنا عادي خالص بفيز اقل بكتير وتحضر للبورد كصيدلي او كدنتست. يعني ما اعرفش ايه البشري بالظبط، بس بعد الجراديويشن بتعمل حاجه اسمها امريكان بورد. بياخدوا نفس الخطوات دي، بس بقى بيوفر عليك السنين بتاعت البري ميد والكلام ده. امريكان بورد بيبقى تو اكزامز، اكزام هنا اونلاين واكزام هناك. لما بتخلصوا بتبقى انت كانك يعني كانك جراديويتد من هناك. فالاطباء مش بيميلوا قوي للي انت بتقوله ده، لان هم اصلا بيبداوا يدوروا على موضوع السفر وهم في الكليه، بيبقوا دخلوا الكليه اوريدي. يعني احنا ايامنا ما كانش الموضوع مشهور قوي، فاحنا لما وصلنا مثلا سنه ثالثه ورابعه، طب انا عايز اسافر، فعرفنا بقى ان في حاجه اسمها امريكان بورد، كنديان بورد، بريتش بورد. فاهم؟ اللي هي البورد دي بعد ما بتمتحنها بيبقى ان انت جراديويتد من عندهم. انت كده معادل، يعني عملت حاجه اسمها معادله، كانك اتخرجت من عندهم. بعد كده تبدا رحلتك بقى، رحلتك في الدوله دي. بس ده برضو يعني ايه، خارج سياق موضوع الميديكال فيلد في مصر قوي لسببين. مش كل الناس هتقدر تافورد الموضوع ده، سواء انت عملته بقى من الاول او سواء بعد ما خلصت عملت البور. ثانيا، آه برضو الفرص دي، يعني اللي انت بتتكلم عنها دي، اي ثينك ان اللي هيعمل كده هو كان هيعمل كده في اي فيلد. يعني اللي دماغه وقدراته الماديه تخليه ياخد الواي ده كطبيب يعني، كاي حاجه في الميديكال فيلد. اعتقد لو كان دخل اي كليه كان هيعمل كده برضه.
هندسه، تجاره، يعني كان هياخد نفس الويت باي طريقه، كان هيتصرف، كان هيروح كده كده يعني. انت يعني كطالب ميديكال فيلد، آه كل سفرك مكلف، يعني سفرك كله مكلف للاسف، لان موضوع الميديكال فيلد زي ما قلت بره مرتباته بتبقى شديده شويه. ف يعني انت عايز تسافر بعد الكليه او قبل الكليه او تدرس هناك، الاوبشنز كلها للاسف بتبقى بس ايه، يعني محتاجه حد يكون معاه الموضوع افوردبل، يعني يقدر يدعمه ماديا، خصوصا يو اس اي وكندا. يعني مش هتكلم على قبرص وتركيا والاماكن دي، هتكلم على الاماكن اللي انت قلت عليها. في اوبشنز تانية كويسه، انا شايفها يعني من وجهه نظري المتواضعه كويسه. في دول ستيل بتعترف بالجراديويشن بتاعك بشهادتك بكليتك، فمش بتحتاج ان انت تعمل لها فورم. ممكن بقى تخش تقدم في الدول دي بوست جراد، يعني تقدم بقى دراسات عليا، ان انت تبقى سبيشالست في الدوله دي، زي تركيا وزي اليونان وزي قبرص وكولومبيا. اعتقد طبعا يعني الدول دي اضعف بكتير من كندا بيو اس اي وكده، بس ستيل بعد البوست جراد بيعترفوا بيك غصب عنهم. اصلا مفيش حد بيفيك ماجستير، يعني فاهم. انت لو بعد كده رحت، هي يعني رحت اوروبا مثلا او كندا او كده، حتى امتحانات البورد بتاعتهم بتبقى ستيل مكلفه، بس ما بتبقاش صعبه بالنسبه لك. انت اوريدي خلاص خلصت الماجستير بتاعك، والسي في بتاعك قوي في بوست جراد من جامعه في اوروبا، فهيتعدوا موضوع ان الجامعه في مصر، خلاص في اسم جامعه تانية اتحط في السي في، فبيبقى يعني دي فكره برضو لطيفه واسهل كماديات يعني. وناس كتير من صحابي راحوا عملوها في اوكرين وفي تركيا، بس بوست جرادز، يعني كله راح على بوست جرادز، يعني كله راح على ماجستير، مش بري جريد يعني، فاهم. دي برضو فكره لطيفه. وطرق السفر برضو عامة يعني كتير، يعني طرق السفر كتير، وفي منها الافوردبل، في منها الرخيص، وفي منها الغالي جدا، وفي منها اللي عايز سنين عشان تعرف تسافر، في منها اللي محتاج وقت قليل. طرق السفر دي بقى يعني ان شاء الله عايزين نبقى نجمعها في سكريبت كده، او باوربوينت او بي دي اف، ونقعد نشرحها مرة. وهيكون معايا دكتور زميلي، هو ادمن في جروب اسمه سكيب بلين. ده جروب دكاتره، بس هو كل اللي بيعمله ان هو بيساعد الدكاتره انها سكيب، يعني هزليا انها تهرب، يعني تسافر قصدي. بس هو ايه، بروح الدعاء كده. الراجل ده هيفيدكم قوي ان شاء الله، هجيبه مره يتكلم معانا، عشان الناس اللي هي عايزه تخش الميديكال فيلد وتسافر. هو هيكون ادرى مني ومنك في الموضوع ده يعني. بس التجارب اللي انا حكيتها لك دي نماذج من الزملاء زمايلي اللي عملوها يعني. كل واحد اختار اختيار من اللي انا قلته ده، وانا من وجهة نظري كان الاسهل ليا ان فعلا ان انا اعمل بوست جراد بره، بس ما اروحش من الاول خالص يعني. ما اروحش ان انا ادرس هناك، الموضوع ما كانش بالنسبه لي يعني ماني وايز، ما كانش متاح يعني. بس فهمت. طيب يعني هو لذيذ. احنا ممكن فعلا نبقى نعمل سيشن ثانية، ولكن نبقى نتكلم ونظبط الموضوع ده مع بعض. ماشي. تمام. آه بخصوص اللي انا كنت عايز اوضح حاجة، هو ان بصراحة انا شايف ان حتة اليوزميل او الناس اللي بيعملوا يوزميل، انا فعلا بشوف ناس كتير بيعملوا كده، والسبب بصراحة هو حاجة واحدة، ان هم بالفعل عمال ما يخلصوا كل، هو اي نعم بيدفعوا، اي نعم عشان يمتحنوا كده، ولكن حرفيا اللي هم بيدفعوه لو هم فعلا عدوا اليوزمل وبيحضروا ويتعبوا جامد فيه فعلا، ولكن هم فعلا حضروه في الكلية في خلال الكلية وسافروا، هم بيكونوا بالفعل حرفيا اللي صرفوه كله عشان الامتحان بيكسبوه في شهر شهرين، يعني ده حرفيا. فهو ده بصراحة اللي بيخليني أشوف فعلا ناس كتير بتعمل كده، بغض النظر عن في طرق تانية، ولكن فعلا أنا مش عارف يعني. آه، امريكا بصراحه مميزه، لان اصلا السفر لامريكا والشغل فيها في المجال الطبي صعب جدا بشتى الاشكال، يعني مهما الواحد بص له بيلاقي ان هو فعلا صعب. حتى بالظبط. الدراسه فيها هناك صعبه جدا. فده بصراحه وسيله انا شايفها الى حد ما مختلفه، والى حد ما ممكن تكون متعبه، والواحد هيبقى بجانب الكليه برضه بيدرس وكده، ولكن مجزيه في الاخر، مجزيه قوي كمان.
بص مجرد بس المسمى اللي انت الطبيب في امريكا دي حاجه يعني. بص في دول، يعني في دول اسهل شويه في السفر كطبيب، وبرضه ماني وايز كويس، يعني زي يوكي مثلا، بريطانيا كلها مصريين، كلها دكاتره مصريين، وكونسيدريشن السفر اسهل شويه من امريكا الكلام ده. بس عامه برضه احنا خلينا برضه ايه يعني، انا بحاول اوصل لهم بس فكره الميديكال فيلد هنا، عشان الشباب دي معظمها هيدخل جامعه هنا، يعني ممكن اللي بيسمعنا واحد او اتنين منهم هو اللي يقرر ان هو يدرس بره، فاهم؟ يعني معظم الناس دي هتدرس هنا. طرق السفر يعني نفسها كتير ومتعدده، يعني وانا هعمل لك فيها، هعمل لك عنها PDF حلو جدا وعد، عشان الناس دي تستفاد. بس خلينا في نقطه ان احنا لو هتدخل ميديكال فيلد هنا، ممكن بقى نتكلم ساعتها اسافر ازاي، يعني دي تبقى برضو نقطه تبع الكونفرزيشن بتاعنا شويه. بس اللي انت بتقوله يعني غالبا هتبقى نسبه قليله قوي 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 من الناس اللي بتسمعك، لان انت زي ما قلت السفر اصلا من امريكا يكاد يكون مستحيل. وانا اعرف زميل ليا صيدلي بقاله فعلا حوالي اكتر من 6 سنين بيحاول يهاف جوب هناك، مع ان هو بيروح يعني في حد من قرايبه هناك. بس الموضوع هناك صعب صحيح. بقى انت يعني بتقول ان انت اللي دفعته كله هتعوضه، اه انا معاك يعني، بس في حاجات مش هتعوضها. فلوس هتتعوض بس الايفورت مش هيتعوض، السنين السنين الحياه مش هتتعوض، التايم اللي انت حرقته في الموضوع مش هيتعوض. فما تحسبهاش ماني بس، هي انت كلامك صح في النقطه دي، ما عنديش معاك مشكله. بس لما تيجي دايما تحسب حاجه احسبها بكل المستهلكات، يعني انت هتستهلك وقت، فلوس، سنين، تحسبهم الثلاثه. اه صحيح الفلوس هتتعوض، بس النقطتين التانيين مش هتعوضوا. فمش بمعنى كده ان انت يعني تتكاسل، لا جون عادي، بس احسب الحسبه صح، يعني ما تبصش للوان فاكتور وتسيب الفاكتورز التانيه. فاهمني؟ تمام، جميل جدا. آه دلوقتي عايز بس اسالك لو انت في اصلا حاجه حابب حاسس ان هي مهمه، حابب تتكلم عنها قبل ما ندخل في السؤال الاخير اللي هو السؤال الفيصلي. لا بس هقدم نصيحة كده يعني سريعة كده للشباب. آه حاولوا يا شباب يعني ايه تقروا عن الكليات، حاجات بسيطة كده. تعرفوا يعني تعرفوا الكلية اللي انتوا تفكروا فيها دي الدراسة جوه فيها عاملة ازاي، الفيلد بقى يعني الكارير نفسه بعد الدراسة عامل ازاي. اقرا بنفسك واحكم بنفسك، وبلاش موضوع الأهل، يعني تدخل الأهل ده في الموضوع ده بالذات صدقوني سيء، وهتندموا عليه بعد كده لو ما سبتش القرار لنفسك انت، هتندم. لان اهلك مش هيعملوا لك سبورت طول عمرك. لو انت دخلت مكان انت مش حابه، هم هيعملوا لك سبورت سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، صوت. في الاخر انت اللي هتواجه القرار ده وعاقبته لوحدك. فمش بخوفك، بس يعني حاول دايما ان انت تكون صاحب قرار. احنا مش صغيرين، آه، محتاج ان انت يكون عندك اطلاع ومعرفه المستقبل اللي انت هتختاره. مفيش اي مشكله ان انت تقعد تقرا وتدور وتحتار وتستشير وتقعد مع حد وتساله. الكلام ده كله منطقي، وواجب ان انت تعمله، لان انت شخص مهم. انت المفروض يعني عارف الفاليو بتاعت نفسك، فما تروحش اي مكان كده من غير، يعني من غير خطه، من غير اقتناع. لا يعني ادي لنفسك فاليو اكبر من كده، ان انت تكون في مكان مقتنع بيه تماما. صحيح بقى المكان هتواجه فيه صعوبات زي اي كليه وزي اي مجال، بس ساعتها هتكون يعني عندك سيلف كونفيدنس، عندك اقتناع ان ده اختيارك، مفيش مشكله. خلاص عادي، الناس كلها بتتعب وانا لازم اتعب ولازم انجح، فاهم؟ حاول بس يعني يكون القرار من جواك انت اكتر. اي نعم هتبقى مش عارف حاجات كتير ومش فاهم. طب هما يعني الريفيو اللي انا هقراه عن الكليه ده هيقول لي كل حاجه، اكيد جوه هخش اتفاجئ. انا معاك تمام، هتتفاجئ.
كده كده هتتفاجئ، بس على الاقل على الاقل تكون ساعتها فعلا انت قدرت تحترم نفسك وتقيمها وتاخد قرار بناء على قرايتك، بحثك، ومفيش اي اعتراض ان انت تسمع نصيحة الاهل. بس الموضوع انت اللي دايما هتتكفل بيه لوحدك، ده موضوعك انت. ومهما خدت سبورت، السبورت مش هيستمر للابد، عشان بس تبقى ايه، واضح مع نفسك من البدايه. بس كده. طيب انا جاب لي سؤال الى حد ما قد يكون ان انا عارف اجابته مسبقا، ولكن انا عايز اساله لان حاسس ان حد جوه المجال ممكن يبقى عارف حاجه عن دي اكتر يعني. وهو نقطه الاي اي. انا بسمع كتير قوي الفتره اللي فاتت عن ان ممكن مثلا يبقى في بعض المجالات او بعض الحاجات في بعض المجالات، يعني مش مجال، بعض الحاجات في بعض المجالات ممكن، او بعض حتى فرص العمل في بعض المجالات ممكن الاي يعني يستبعد الدكاتره فيها. انا عارف ان الاي اي عموما حاجه نسبيه قوي، ولا ان اي حد عموما كويس في المجال بتاعه مش يعني عمره الاي اي يقدر يبقى فوقيه، وبالذات لو حد اصلا عنده نوليدج، جنرال نوليدج عاليه، حد مثلا فاهم في حاجات كتير او بيعرف يعمل حاجات كتير او هكذا. تحديدا ان برضو حاجه زي الطب هي حاجه يعني اللي هو انا انسان، يعني انا انسان بعالج انسان، فانا في الاول وفي الاخر عندي مشاعر. هو عنده، يعني انا في الاول وفي الاخر انسان. مختلف تماما عن إن يبقى في مثلا روبوت او حاجه بتعمل الوظيفه دي، او حتى حاجه بتعمل الحاجات دي. انا عارف ان في بعض الحاجات قد تكون نسبيه، وقد تكون فعلا اي اي ليه لازمه كبيره فيها، زي مثلا تحديد ريسبتورز بتاع الادويه ده كان مناسب ولا لا، او حاجات ممكن تكون في الصيدله، او بعض الحاجات اصلا في الطب كل ولكن انا ممكن كل اكون اصلا جاهل بيها. ولكن قصدي بشكل في عام يعني. روبوتس بتعمل السيرجري دلوقتي لوحدها، يعني بتعمل بس ماينر سيرجريز، يعني جراحات صغرى كده الروبوت بيعملها، فاهم؟ انا فاهمك يعني، عارف بس يعني اطمن من النقطه دي قوي، لان الاي اي عمره ما هيستبدل الهيومن في موضوع الميديكال فيلد ده، ما تقلقش يعني. هو الاي اي از ا جريت اسيستنت، يعني طبعا ادى الى تطور الميديكال فيلد بشكل يعني رهيب، بس عمره ما هيستبدله يعني، لا اعتقد ذلك، لان المهنه دي بالذات نيدز ا هيومن بينج يعني. ما اعتقدش ان انت ممكن في يوم من الايام تروح تخلع ضرسك عند روبوت مثلا، او تروح مدام مثلا تولد عند روبوت، ما اعتقدش ان ده هيحصل يعني، فاهم؟ او بطنك توجعك فهتقرر ان انت تروح لروبوت. ممكن الموضوع يبقى اسهل بقى من كده بكتير، يعني ممكن كمان 20 30 سنه تخش كلينيك دكتور باطنه عشان انت تعبان وسخن، فتلاقي روبوت مثلا بره في الويتنج ياخد منك بلاد سيمبل، يقيس حرارتك، يطلع لك ديفرنشال دايجنوزز. يعني ايه ديفرنشال دايجنوزز؟ يعني يطلع لك 4 أو 5 امراض بناء على تشخيصك انت عندك واحد منهم. يعني دايما لما العيان بيخش نشوف اعراضه، مش بنقول هو عنده ايه الاول، ده تسرع. بنعمل حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزز، نقول 3 أو 4 امراض ليهم الاعراض اللي عندك دول، يعني ده التشخيص واحد من الاربعه دول. ويقدم الروبوت يجمع كل ده مثلا ويقدمها للدكتور، فيسهل البروسيس على الايه، على الدكتور اللي جوه. انما تستبدله اعتقد لا، صعب. الموضوع نفسيا حتى صعب، مش علميا بس، يعني نفسيا كمان اعتقد صعب. تمام، اعتقد أنا كده خلصت كل الاسئله عندي، فنخش بقى في الموضوع الاكبر. ال- السؤال اللي انا كنت شايله للاخر، اه. كنت بس يعني ايه، كنت هقول رايي الشخصي في الموضوع. الاوبشنز اللي هي السريعه اللي انت ممكن تنجح بيها سريعا لو انت دخلت الميديكال فيلد. طيب انت قدامك تو اوبشنز. الاوبشن الاول ان انت تدرس في جامعه مصريه في الميديكال فيلد هنا، وانصحك اذا كان ان انت ما تقدرش تدخل جامعه حكومه، آه، يعني ما تصعبش على نفسك الموضوع قوي وتدخل جامعه غاليه. خلي الامكانيات دايما يعني قليله شويه في فلوس الجامعه، لان انت كده كده دلوقتي الجامعات الخاصه زي الجامعات الحكوميه، وانت عندك قوه بشريه رهيبه هتتعلم عليها وهتاخد خبره شديده. ده غير ان الاطباء المصريين اصلا متعاونين جدا، يعني دايما هتلاقي دايما الكبير الا من رحم، يعني في ناس طبعا مش متعاونه يعني، بس معظم الشباب متعاون.
فانت هتتعلم، هتبقى شاطر في اي جامعه، جامعه خاصه، جامعه، سواء لو انت فعلا ناوي تكون شاطر هتتعلم في اي جامعه. فهتخلص جامعتك تمام اوكي، آه، تبقى عندك اكسبيرينس لا باس بها، تبدا ماجستيرك على طول، ما تستناش، عندك جيش، تخش جيشك على طول عادي، وبعدين تبدا الماجستير، وتكون عارف ان ده السياق الطبيعي، انت مش متاخر ولا اي حاجه. الدنيا هتبقى صعبه شويه في الاول عادي. يعني بعد الماجستير بتاعك الدنيا بتبقى احسن شويه، بيجي لك فرص في اماكن مرموقه، وبيجي لك فرص سفر كويسه. ده الطريق تراديشنال. ممكن نكسر الطريق ده شويه بان احنا نعمل البوست جراد ده بره مصر، زي ما اتكلمت مع ابراهيم من شويه. ممكن نعمله في جامعه تانية في اوروبا. آه، مش هقول لك على مستوى التعليم هناك هيبقى عامل ازاي لان انا ما اعرفش، بس اسم جامعه تانية في اوروبا هيتحط جنب اسم جامعتك في مصر. اتس نايس اوبشن يعني. تمام. هيحتاج طبعا مصاريف ان انت تقعد بره الفتره دي كلها، لان الماجستير بيحتاج متابعه وحالات. بس بعديها اعتقد ان انت هتكون حياتك احسن، وهتقدر تشتغل في الدوله اللي انت حضرت فيها برضه. يعني مش معقول انت هتبقى سبيشالست مش في جامعه من الدوله دي ومش هيشغل. فدي برضه حاجه عشان تكسر الروتين شويه بتاع الطريق الكلاسيك ده. هي محتاجه بس راس مال لذيذ يقعدك هناك السنتين بتوع الماجستير. الطريق التاني بقى ان انت اصلا تدرس الميديكال فيلد بره في جامعه بره من البدايه. فده هيبقى كوستي شويه، بس ما اقصدش دوله برضو زي يو اس اي او يو كي وكده. يعني اقصد دوله برضو، يعني دول عالم تاني انا اخر. عايز انوه بس على نقطه معينه، هو ان في اصلا منح كتير للميديكال فيلدز، مش كتيره ولكن في بعضها بتكون اصلا فاندد لكل حاجه، مثلا سكن، اكل، معيشه، دراسه. حتى في بس يو حاجه اس مثلا اي، زي م? يو اس اي لا يو اس اي لا طبعا، يعني ما فيهاش اصلا. اعتقد الطب ممكن الخارجي طريق. اسكتلندا، ماليزيا، في اعتقد اليابان. في اليابان. اليابان تقريبا مم. المجر فيها تقريبا، مش هي ليها منحة ولكن مش عارف هي من ضمنها الطب ولا لأ، مش متذكر يعني. في مم. اليابان، في تركيا، في كذا دولة يعني. فأنا قصدي يعني إن مش ده حتى طريق، دي. ده اوبشن يعني اللي انت بتقوله ده برضو، ده اوبشن، ده السكند اوبشن، ده برضو جميل جدا. يعني هتدرس هناك، والبوست جراد اعتقد برضو هيبقى هناك، والسي في بتاعك كله هيبقى هناك، وتقدر تشتغل في اماكن يعني اسهل من السي في بتاعك لو خرجت انت من مصر يعني. يعني برضو الجامعات المصريه حتى فيها الماجستير بيشغلك في اماكن حلوه جدا في الخليج. بس لو انت عايز يعني تشتغل في حته غير الخليج هيبقى صعب. فالجامعات اللي انا بقول لك عليها والرهيب بيقول عليها دي بتبقى كويسه، يعني بتبقى كويسه في السي في بتاعك لو انت هتشتغل بقى في يورو، في حته بقى في غير يورو، مثلا كندا وات ايفر. حتى لو هتعمل بورد برضه هتبقى الدنيا اسهل لك، تبقى انت خدت على الحياه بره، وهتبقى خدت على اللانجوج، وهتبقى خدت على طريقتهم. يعني ده برضه اوبشن كويس، بس هيكلفك حاجات كتير زي اللي انا قلتها قبل كده، هيكلفك وقت ومجهود، وان انت هتبعد عن اهلك سنين. لازم برضه نحسب الايه، التكلفه كامله. بس انا رايي، يعني رايي الشخصي كنصيحه الاخ، لو انت فعلا بعد ما درست ودورت وعندك باشن ان انت تخش كليه ميديكال فيلد ومحتاجه ماستر، في كليات في الميديكال فيلد مش محتاجه ان انت تعمل ماجستير لو مش عايز. مثلا الصيادله مش يعني معظمهم مش بيعملوا ماستر الا لو هيدرسوا اكاديميك. والبيطري اعتقد برضو. انما البشري والاسنان يعني الموضوع ده هايلايتد شويه. انا بنصحك ان انت لو عندك باشن فعلا خش هنا، هتتعلم كويس في مصر، عشان الفاريشن بتاع الحاجات اللي هتشوفها هتتعلم فيها، هتكون شاطر. بس البوست جراد حاول بقى تاخده بره، يكون اسهل. آه يعني يعني بوست جراد هنا لطيف وكل حاجه، بس لو انت عايز بقى تكسر السلسله التراديشنال دي وما تتاخرش في الطريق اللي احنا اتكلمنا عنه ده، ممكن تسافر تعمل بوست جراد بره، وتخلصه على خير باذن الله. ساعتها انت هتكون قطعت ديستنس حلو قوي في الطريق بتاعك، تقدر ترجع مصر تعمل حاجه مختلفه، تقدر ما ترجعش تقعد في الدوله اللي كنت بتذاكر فيها، تقدر تسافر دوله اعلى.
فده طريق لذيذ برضه، احسن من الاوبشن الكلاسيك يعني. بس بس أعتقد إن إحنا كده خلصنا، وبجد يعني شكرا يا دكتور على السيشن دي. أنا شخصيا أصلا شكرا. كنت مستمتع وأنا قاعد بسمع، ولأن أصلا لحد ما مهتم بالمجال وكنت حابب أعرف أكتر عنه، وبرضه كنت أصلا مبسوط إن أنا أكلمك النهاردة، لأن يعني أنت عارف بقى إحنا عارفين بعض من زمان. انا الواحد مبسوط كان نفسه يعني بالموضوع. يكلمك كده. ده شرف ليا. فبس. تسلم. انا كده كده ان شاء الله يعني هبقى من كل فتره للتانيه، يعني لو انت جمعت لي اسئله انا تحت امرك، هطلع اجاوبها لك في اي وقت. ولو حد برضو يعني لو حد عنده سؤال معين في اي حاجه هيكتبه مثلا هيبعته لك، اي حاجه برضو بلغني، مفيش مشكله. تمام زي الفل. خلاص. بجد شكرا ليك جدا يا دكتور، بجد يعني إيه، نورتنا بجد. عفوا، اتشرفت بيكم. الشرف لي. السلام عليكم. وعليكم السلام.